الأعمال السينمائية دايما بتقدم لك الشخصيات على إنها أبيض أو أسود، خير أو شر. لكن قصة النهاردة أخدت طريق مختلف وقالت أنا هخلي الشخصيات مش خير ولا شر، وخليك تشوفهم على إنهم بني آدمين طبيعيين جدا، بشر بيخطئوا ويصيبوا. يعني عادي البطل ينقذ واحد من الموت وبعدها بشوية تلاقيه رايح يفتري على واحد ضعيف عشان ياخد الإتاوة. وده يوريك إن الشخصيات مش بتتصرف بشكل عشوائي، ويبين لك إن كل واحد عنده دوافع بتحركه ومش مجرد سكريبت مكتوب وخلاص. وده اللي خلى اللعبة درامية وواقعية جدا ومليانة بلحظات كتيرة تخليك تبتسم أو تعيط. وأنا جاي في الفيديو ده أقول لك ليه ريد ديد ريديمشن 2 لعبة عظيمة جدا. مش هتكلم عن الجيم بلاي خالص لأن في ألعاب عملت جيم بلاي أفضل، ومش عايزك تفهم من كلامي إن الجيم بلاي سيء، بل بالعكس جيم بلاي حلو جدا جدا، وعالم اللعبة كبير ومليان تفاصيل كتيرة. بس اللي فعلا ميز اللعبة دي عن أي لعبة تانية من ساعة ما نزلت في 2018 ولحد النهارده